اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبايب قلبي، النهارده عملنا مع بعض كبسه بالشكل الرائع الجميل ده. عملناها بطريقه سهله قوي قوي قوي، وعملنا معاها سلطه الدقوس وما اخدتش مننا وقت، وعلى طول على طول كده احلى كبسه واحلى ريحه ممكن تشموها. تعالوا بقى بينا حبايب قلبي نشوف عملنا الكبسه بتاعتنا دي ازاي، واخدت مننا وقت ولا لا، والطريقه السهله اللي احنا عملناها بيها. يلا بينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده حبايب قلبي هنعمل مع بعض كبسه، بس كبسه بطريقه سهله كده وسريعه وجميله، ومش هنعملها حمرا، هنعملها زي ما هتطلع في الشكل وهتشوفوها معانا. تعالوا بقى بينا ندخل على المقادير على طول عشان ما اطولش عليكم. وتعالوا بقى بينا. انا عندي هنا فرخه مقطعاها اربعه، مقطعاها اربع تربع. فرخه مقطعاها اربعه. عندك دبابيس تشتغلي بالدبابيس، عندك صدور بس تشتغل، عندك اي حاجه تشتغلي بيها. وعندي هنا الملح، عندي هنا معلقه توم كبيره مفروم، وعندي بصل، وعندي عصير طماطمتين او طماطمتين مطحونين في الكبه. وعندي هنا البهارات اللي انا هستخدمها. عندي لومي، ليمون ناشف مجفف، وفلفل اسود وكمون، عودين قرفه اللي هي عيدان، القرفه العيدان، وذره حبهان، وورق لورا. وعندي هنا ربع معلقه قرنفل، وعندي هنا كاري او كركم اللي موجود عندك. انا عندي كاري، ما عنديش كركم، فحطيت بودره زعفران عشان تديني نفس الايه النتيجه اللي انا عاوزاها. دي كل المكونات حبايب قلبي اللي احنا هنستخدمها في الكبسه بتاعتنا النهارده. وتعالوا بقى بينا نروح على البوتاجاز ونشوف هنعمل ايه. هحط الزيت حبايب قلبي لحد ما يتقدح خالص، نقدحه كويس قوي. كده الزيت بتاعي اتقدح كويس قوي، هبتدي بقى احط الايه الفراخ تاخد تحمر، احمرها كويس قوي. كده حبيبي، حطيتش اي حاجه لسه، ولا عملت اي حاجه غير ان انا حطيت الفراخ لحد ما تاخد وش احمر او ذهبي كده من الناحيتين. تمام كده هنقلب الفراخ بتاعتنا، لسه برضو عايزه شويه، ولكن هقلبها كده. انا مش عايزه الجلد بتاعها يتعمل عشان هي هتاخد اللون عموما يعني، فمعلش. تمام كده. هي الفرخه ما شاء الله كبيره شويه. هقلب اخر جزء كده. انا عايزه لونها يبقى ذهبي قوي، فخلي لونها يبقى ذهبي على الاخر كده. حبايبي الفراخ خلاص هطلعها، خدت اللون اللي انا عايزاه. طبعا مش مستويه، ولكن خدت اللون اللي انا محتاجاه. تمام، هطلع بقى الفراخ بتاعتي كده واركنها على جنب، ونشوف هنعمل ايه بقى في الزيت بتاعنا ده. كده الفراخ بتاعتنا اهي كده حبايبي، هطلعها كده على جنب ونبتدي نشوف بقى هنعمل ايه. هنزل حبايبي بقى بالبصل مكان ما عملت الفراخ، وهاخده تشويحتين. اي حاجه نازله من الفراخ هنا ما عنديش مشكله اصلا. كده حبايبي الرز اهو، انزل لا كده. هجيب الميه بقى المغليه بتاعتي، انا حاطه البهارات وحاطه الملح وحاطه كل حاجه زي ما انتم شايفين كده. هجيب الميه وهنزل بالميه بقى كده على الرز زي ما انتم شايفين. تمام، طبعا الرز ده بياخد ميه اكتر شويه، بس مش هكتر برضو عشان ما يبقاش عندي معجن او حاجه. خلاص حطيت الحاجات دي كلها. هحط بقى الفراخ على الوش كده اهو كده حبايبي، وهغطي لحد ما تستوي. كده حبايب قلبي، سيبها بقى مع بعضها كده لحد ما تستوي تماما.
حبايبي خلاص زي ما انتم شايفين الرز بتاعنا، شايفين عامل ازاي. انا هاخد بس الفراخ الاول هطلعها عشان احطها تحت الشوايه شويه، وبعد كده هنقلب الرز كده حبايبي. خلاص هقلب بقى الرز بتاعي، شايفين الرز مفلفل وعامل ازاي اهو كده. خلاص الرز بتاعنا اتعمل، ونبتدي بقى اطلع الفراخ من تحت الشوايه ونغرف الاكل بتاعنا الرائع اللذيذ اللي احنا عملناه النهارده. خليكم معايا كده حبايبي. بقى هنغرف الرز بتاعنا الاول، تمام. طبعا هيقابلنا بقى الورق اللورا نشيله، مش عايزين ايه نخليه يعني واغرف الطبق بتاعي. شايفين الرز مفلفل وعامل ازاي. نقرب هنا من الحله، نشيل برضو حته الجلده دي اللي طالعه من الفراخ كده. احلى طبق كبسه يعني ممكن تعملوه، واسرع كبسه ممكن نعملها. الريحه والله العظيم الريحه جميله جدا جدا، مش قادره اقول لكم ريحه حلوه قوي. الريحه حلوه حلوه يعني. نظبط الرز، اي بهارات تقابلنا طبعا، او مثلا زي القرفه زي اللومي، اي حاجه من دي هنشيلها. وهنبتدي بقى نجيب الفراخ كده. عملنا الرز اهو، هبتدي بقى اجيب الفراخ عشان احطها على الوش وكده. انا عملت معاه سلطه دقوس، عامله معاه سلطه الدقوس كده حبايبي. خلاص هحط بقى الفراخ على الوش كده بالشكل ده، وكده خلصنا احلى طبق كبسه ممكن نعمله بالشكل الرائع الجميل ده. دي كانت الكبسه بتاعتنا النهارده حبايبي، عملناها بطريقه سهله وبسيطه، وعملنا معاها سلطه الدقوس. واهم حاجه بقى في الاكله دي لازم نقطع جنبيها بصل، لازم نقطع جنبيها بصل كده حبايبي. لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش لايك وشير وسبسكرايب للقناه، فعلوا الجرس حبايبي عشان يوصل لكم كل جديد. ويا رب دايما اشوفكم على الف خير.